خلي معاكي مثلا نصايه ولا ساعه على حسب الفتره مكافاه ليكي لما تخلصي، وكل واحده بمكافئتها بقى، دي مش بتاعتي انا. لا، احسن حاجه اعملها ان انا انام. واحد تقول انا مكافئتي لو خلصت جدول النهارده في نص ساعه او ساعه الا ربع سيشن بقعدهم. ليه كتير؟ ما كفايه 5 دقايق. بتقعدهم بضمير مرتاح، يعني وقت حلال، مش سرقه، مش وهي بتذاكر نوتيفيكيشن جالها فقامت سارحه بقى في الفجوه الزمنيه اللي بتجيلها من الموبايل. لا قاعده حلال هي مرتباها. لاحظ ان كلامك جارح. ومش عيب اللي ما بيتحكمش في نفسه يطلب الدعم. حقونا. يعني زمايلكم والله كانوا بيعملوا كده، تقوم ماسكه موبايلها رايحه لمامتها، موبايلها بتاع 4 الساعه 6 هجيلي تديني الموبايل. لو جيت لك الساعه 5 ونص 6 الا ربع 4 ونص وجيت لك بزحف على الارض وبعيط وعمال اهرش والحقيني بالموبايل ولا تعبريني. اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. والله بتفهم، اقسم بالله شديده العبقريه، ما كبرتش. مش الانسان ضعيف، هي عارفه ان هتضعف قدام خلاص. ربنا يعدي الكريب ده على خير. كان في واحد بقى تاني حبيبي كده الله يمسيه بالخير، هو في المانيا دلوقتي، كان واد اكتر واحد، مش اكتر واحد كان ناجح في ثانويه، ناجحين كتير، اكتر واحد شفت ثانويته كانت ممتعه ليه، اقسم بالله يمكن اكتر واحد استمتع بالسنه. الواد كان مجرم، هو كل يوم ليه جدول يوم وجدول اسبوع. كان يجي يقول لي انا الجدول لو قرر معايا للخميس، الخميس ده انا ممكن اسهر وما انامش علشان انا مدي نفسي مكافاه. يوم الجمعه في الفيلم الفلاني هشوفه لما اخلص جدول اسبوع. هنذاكر لها يومين بس مش هننام اليومين دول، هنطبق جدول شهر، ولما كان يلتزم بيه يخرج خروج، يلا دي في خروج، شهرين 3 ترم فيها سفريه. انتوا شايفين الترتيبه؟ هو بيعمل كل حاجه بيحبها وبيحطها شرط انه يخلص الحته دي. كان باش والله العظيم رتب ودخل وسافر من غير ما يعاني. رايق. بص يا صبحي، انت تشوف لك عقد في السعوديه.